فيديو اليوم حيكون عباره عن ارخص واطيب الاكلات في الامارات تحديدا في ابو ظبي. هون بيجوا اول اشي بحطوا لنا خبزه البراتا هاي، بعدين هذا كرافت. كرافت هاي الطحينيه، سوي زياده طحين، هذا احسن، انا واحد مشان انا زياده. هاي التشيكن تشيلي، هاي بتكون دجاج مبهر طبعا، شيبس امواج، هذا الاساس، بفعصوا لكم اياه هيك بحطوه بالشيبس. وهاي هي بساطه سندويشه الفرانسيسكو. اول شيء السندويشه بتجيكوا هيك بغلفوها بالالمنيوم هاي، والحلو انه يعني تنعمل بسرعه، كثير طيبه وسعرها مناسب للكل. بس على فكره شوف، هاي اول شيء الطريقه اللي يفتحوها فيها، هيك الجمال. هذه يمكن اذكى فرع بابو ظبي اللي قدام البلديه بشارع السلام. فهي هي كثير، هي اذكى واحده بابو ظبي صراحه. اذكى فرع واذكى فرانسيسكو اصلا بيعملوها بالنسبه لي. شوف كيف تجيكم من هون عندكم امواج، واللي بيحطوا لكم جبنه كرافت والطحينيه، واللي هي الدجاج، هاي القطع المبهر. بس على فكره هاي شغله الفرانسيسكو مستجره دي مستدرجه لعنا، يعني هم عندهم بالهند او بهالمناطق ما عندهم اللي هي سندويشه الفرانسيسكو اللي بيحطوا لك فيها جبنه وبطاطا ودجاج. هاي اجت جديد يعني لعنا. اوكي خلونا ندوقها، انا هاي صراحه كثير بحبها. 100 رهيبه. الطحينيه اللي فيها مش طبيعيه. واو. طبعا لما تيجي تاكل فرانسيسكو لازم ملك اساسي. اوكي بيكون بارد، اذا مش بارد بترجعوه. بسعر الساح. كمان لقمه وبنروح على المطعم الثاني. على المطعم الثاني. وهون فجأة المايك قرر يوقف يشتغل. هون كنت قاعد عم بشرح انه حجم السندويش كان كتير كويس وبسعر انه جدا مناسب مقارنة بالمطاعم ليش عم بحكي زي نشرة الاخبار. المهم السندويش سعره كتير مناسب وحجمه كتير كمان، يعني اتوقع بتسطح، لا سندويشتين بتسطح زلمه. هي اصل السندويش بيجي فيها لحاله شيش طاووق وتوم ومخلل وبطاطا، بس انا دائما بحب ازيد عليها بصل مشوي ودبس رمان وسلطه الملفوف، تعطيها نكهه مش طبيعيه من الحموضه من الدبس الرمان والماء. اسمه كتير زاكي. ونسيت اقول لكم انه انا هون كنت عم بحكي اني بحب السندويشه ما تكون محمصه، بحبها زي ما هي، بس تتحمص بحس بتفقد لذتها للسندويشه. لما تكون هيك مش محمص تطلع اطيب يا زلمه. وبس العلم عشان تكونوا عارفين، ولا واحد من هدول المطاعم اعلان، هدول المطاعم انا المفضله من ناحيه سعر وكحجم سندويشه. 15 درهم وما شاء الله سندويشه يمكن لتر ونص. شو لتر ونص؟ انه كبيره السندويشه. لا كان قصدي متر ونص مش لتر ونص. لتر هي مي. انا ليش بحكي كثير؟ المطعم اللي بعده. اوكي شباب، هاي هي السندويشه الثالثه، المعروفة بحسب مطر. هاي خصوصا معروفة بس بالإمارات، ما بتلاقوها بمكان ثاني. هي بتكون مكونة من شاورما وخبز لبناني، وجوا بيكون فيها صوص حسب انتم تختاروا مكسيكي او عادي. بيكون فيها اللي هي طحينية وصوص مكسيكي وجبنة. هذا أهم شيء، أهم عنصر فيها صراحة. خلينا ندوق. والله مرتبة كثير رهيب. الفيديو هذا يكون مفروض أكلات، أنا مبدئيا خليت سندويشات بس. الصوص المكسيكي اللي فيها رهيب، بيعملوه غير على اللي احنا المعتاد عليه اللي احنا بنعرفه. طبعا هاي كافيتيريا محطة البحر معروفة بالامارات، لا بس بابو ظبي اتوقع، بس يمكن من اقدم محلات الكافيتريات اللي بابو ظبي. هاي معلم لقمة واحدة وخالصة. اذا عجبكم هالفيديو اكتبوا لي بالتعليقات او اعملوا لايك عشان نستمر. مش بهي السلسله، هي ما حتكون سلسله، حنكون احنا عم نجرب مطاعم على الاغلب اكثر شيء، او مش مطاعم، او نجرب اكلات جديده من بلدان مختلفه، سناكات، اي شيء. فعشان نكمل اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله فيديو قريبا راح ينزل، حيصير انزل ترندات، يعني حيصير ينزل محتوى اكل ترندات، مطاعم جديده، اكلات جديده من بلدان مختلفه. وبس الفيديو قلب من افضل اكلات لافضل سندويشات في ابو ظبي. المهم اذا عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.